أخبار الساعة تيفي. اللجنة الأولمبية الوطنية كانت أولى محطات زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي عيسى حياته، الذي وزع مقامه القصير بالمغرب إلى عدة زيارات وقفت على البنية التحتية الرياضية، حيث أكد أن المغرب قادر مستقبلا على احتضان كأس العالم لكرة القدم إن مضى بخطوات ثابتة حذرة لتحقيق هذا الهدف. المملكة المغربية تملك كل المقومات لاحتضان كأس العالم لكرة القدم. أنا لا أريد السباق الأحدث ولا أقول أن رئيس الجامعة المغربية يريد الترشح لذلك، لكنني أحثكم على المضي قدما في هذا الاتجاه. المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة مشروع يروم ملامسة أقصى المعطيات الاحترافية لكرة القدم العالمية. قبله كانت الزيارة لأكاديمية الفتح الرياضي، وكلها مقامات لصناعة كروية احترافية اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية. لقد تفاجأت وانبهرت بما رأيت من بنى تحتية رياضية ضخمة تعرف تطورا متواصلا. لم يكن هنالك أي صراع بين الجامعة والاتحاد الإفريقي، كانت هنالك مرحلة تم التعامل معها بحكمة وتروي، وقد تم طي تلك الصفحة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.